السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراعي الرسمي لرمضان وحصري من عندنا احنا وبس. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العظمة، شايفين الجمال. ولان ابني قال لي انا عايز صينية زي زلطاية مليئة بالزلط، فقررت اعمل له بطاية مليانة بالمحشي ونبتدي مع بعض. طبعا انا حشيت الاول طبق محشي كده عشان اعرف ان انا عشان اعرف ان انا احشي البطة. تمام. طبعا البطة دي من عندنا من البيت، انا ذبحتها وغسلتها كويس جدا، وزي ما انتم شايفين كده. طبعا سبتها برقبتها زي الحمام وغسلتها كويس ونضفتها، وهنبتدي ان احنا نحشيها مع بعض. طبعا حطيت شوية رز كده من الاول عشان اعدي للمنطقة اللي هي عند صوابعي دي بتاعة الرقبة. ايوه دي. وهنبتدي ان احنا لا مش نافع كده، لا 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 لا، شيلوا الغطا. هنبتدي ان احنا نحشيها من هنا برضو. يا ستي بقولك شيل. وسعنا لنفسنا وشيلنا الغطا، هنحشي البطة بقى. هنبتدي ان احنا نظبطها من هنا كده واحدة واحدة. ايوه. طبعا خلطة المحشي معروفة ما فيهاش كلام. بس عايزة اقول لكم كانوا شوية محشي اقسم بالله عظمة العظمة. طبعا هنحشي الرقبة كويس قوي، وهنيجي منضفين كده اللي حوالينا، وننضف البطاية اللي احنا نيناها دي. هنبتدي بقى نجيبها كده ونرص الصوابع بقى. عايزه اقول لكم ان اقسم بالله الصوابع اللي كانت جوه البطه اطعم بكتير من اللي كانت في الحله نفسها. شايفين الجمال؟ طبعا لفيهم جامد عشان ما يفكوش منك. الحبه اللي هم هيبقوا في الاخر دول لفيهم بالعرض عشان ما يتفكوش، وعشان ما يفرطوش الرز بتاعهم بسرعه. ايوه كده. واحده واحده. عالرايق. عالرايق. فين الكومنتات وفين اللايكات وفين الاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد؟ احلى حاجه في الفلاحين عموما ان انت بتربي كل حاجه في البيت. انت لو هتطلقي الطيور في الشارع هتاكل وهتملى بطنها يعني. هنكتف كده اهو، ونجيب الرجل التانية كده اهو. وطبعا مش هنكتفي بكده بس عشان المحشي ما يعجنش مننا، هنيجي مقفلين البطايه كويس قوي. انا هقفل ده معاكم. جبت اهوت ابره وخيط، خيط نضيف والابره نضيفه جديده والله. ايوه. انا هعمل لها عمليه. بشويش وعلى الهادي كأنك بتقفلي حمام بالراحة كده. هو بصراحة انا اول مرة اعمل الحركة دي، او ان انا احشي بطاية، بس كان طعمها حلو. ده بناء على طلب الجماهير يا جماعة. قفل. قفل. دكتور. دكتور. الله يا بنتي ايدك تلف في حرير. دكتور ما تشديش ما تشديش عشان بطاية. قطعيها ان شاء الله بسنانك حتى.
بالظبط كده. طبعا هنقفل بقى الرقبة من فوق برضو عشان تطيب معاكي كويس، مع ان انا مبحبش جلد الرقبة، بس مش مشكلة، نبقى ناكله الرز اللي جوه خلاص. اقطع الخيط واربطي عشان الرز برضو ما يعجنش منك، بس ما تربطيش جامد يعني عشان منسوب المية يدخل بسيط كده بسيط. والله كأننا بنعمل حمام بس كبير شوية. بالظبط. خلصنا بقى ننضف البطاية من الرز كويس قوي. يلا بينا على الحلة. هنا بقى جبنا الحلة وحطيناها على النار، نحط فيها البطاية. بسم الله. هنحط بقى معاها البهارات والفلفل وورق اللورا والبصلاية. هنسيبها شوية زي دقيقتين 3 كده. بصوا انا عايزة اقول لكم ان البهارات والفلفل الاسمر اهم في اللحمة. ورق اللورا طبعا عشان الدهون. هنا صفيت عليها الطماطم بالمصفى زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. صفي الطماطم للشوربة بالذات. الشوربة بالذات صفي لها الطماطم هتكسبيها بصراحة. غطي عليها بقى شوية وسيبيها. طبعا انا غليه لها مية هنا اهي. هسيبها دقيقتين وارجع احط لها المية. هنا تمام اهيت. نقدر نقول الطماطم بتاعتها غلت غلوتين. هنضيف لها طبعا المية. انا غليت المية عشان المحشي. بالظبط. عشان يغلي معاكي بسرعة. سيبيها بقى ايه، هي المية هتغلي هتيجي مهدية عليها النار وتسيبيها بقى مع نفسها واحدة واحدة كده. البط السوداني بياخد وقت على بال ما بيطيب. غطي ويلا بينا بقى ايه، نلف المحشي. هنا بقى هتلمي كل الورق اللي باقي من الكرنبة، اللي هو وانت بتقطعي الورق، عشان خاطر ايه، تفرديه في ارضية الحلة، عشان يبقى عامل طبقة عازلة كده يحميلك المحشي. صبع المحشي ما يتلسعش من تحت. تمام. في ناس بتحط بصل وطماطم بس انا بفضل ده يعني عشان يبقى ايه، يدي المحشي طعم. هلف وهخلص هرص الحلة وهوريكم انا رصيتها ازاي. وعايزه اقول لكم الورق ما تسلقوهوش جامد قوي عشان ما يبقاش مهري منكم وتستفادوا باكبر كميه ورق موجوده في الكرنبه. تمام. الخلطه سبكي لها تسبيك كويس قوي. حطي كل انواع البهارات اللي عندك في المحشي. آه حطي سنه شطه صغيره، مع نص معلقه توم وانت بتحمري البصله. وهنا كنا خلاص لفينا. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. شايفين التفاصيل. شايفين الحلاوه. لا انا يا جماعه من عشاق المحشي والله. ما حدش حد يطيب الحله دي بسرعه. عايزه اقول لكم انا خدت حوالي ساعه في الرصه دي. تمام. دي حله كبيره على فكره. عملت حوالي خمس ادوار. 5 ادوار بالنظام ده. بذمتكم مش فنانه. والله لوحه فنيه. والله لوحه فنيه. آه ما تنسوش اللايك. كومنت جميل كده زيكم. انا قعدت طبعا انا بقطع الورق قبلها. قلت المره دي اقطعه كده زي مامتي وارصه كده واحده الورقه بورقتها يعني، بحس ان انا اخد والف على طول. عجباني قوي تفاصيل الحل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. المحشي يا جماعه فن والله العظيم بجد. المحشي فن. والمحشي بالذات من الاكله يعني من الاكلات اللي عايز طولة بال. هنا بقى الفن بتاعي. طاب. عايزه اقول لكم ان ريحته والله العظيم جايبه لاخر الشارع. شويه محشي زي كتاب ما قال. ما تزوديش الميه كتير، ما تخليش الميه كتير، يا دوب مغطيه الطبق اللي كان هيبقى فوق المحشي. هنا احنا بنحمر البطه اهي طلعت وبنحمرها. يعني لسه حطاها يعني الصينيه ما لحقتش تسخن يعني. طبعا انا دهنتها كلها. ادهنيها سمنه او زيت او سمنه بلدي زي ما انت عايزه.
وهنا بقى ابتدت الايادي الصغيره تتجمع وحطولي الصينيه على الطبليه عشان نغرف الاكل. طبعا انا مرضتش اقلبها قلب كده. تمام، انا غرفت بس شويه محشي كده على قد ما هناكل على الصينيه عشان يبرد بس، والله مش اكتر يعني، مش هنعمله زي قوم تبع. يلا ما علينا. آه عايزه اقول لكم، العيال ما كانتش صابره اولا يعني، بس عايزه اقول لكم ان شويه محشي والله العظيم زي الكتاب ما قال، بامانه يعني. طبعا هنا كنت بغرف طبق للجيران للناس اللي فوقينا يعني. عايزه اقول لكم ان يعني احنا بنعمل محشي، جيراننا بيعملوا محشي، بنودي طبق زي زمان والله واكتر يعني. فبيني وبينكم انا وديت لهم طبعا محشي اتاكل كله من على الباب. آه لما هم جابوا لنا بقى، بلاش فضايح احنا ما رضيناش ناكلوه. ما علينا. بهتوا لنا يا جماعه حاجه غير المحشي، اي حاجه حلوه غير المحشي بهتوها. المحشي احنا بنحب ناكله من ايدينا بس. حطيت طبعا بولات الشوربه. بصوا، انا بجهز في الاكل وعماله القط كده واكل. طبعا الولاد الاكل سخن عليهم فبقول لهم استنوا شويه اصبروا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طبعا ده الراعي الرسمي لكل الاكلات في مصر، لكل الاكلات، واحنا اللي عاملينه طبعا. ابني مش صابر، مش صابر يا ابني، الاكل سخن، يا ابني الاكل سخن. آه الاكل لما يبقى سخن في شوربه او في طبيخ او في حاجات هتنكب، بلاش ولادكم يساعدوكم معاكم، يعني بلاش يساعدوا يجهزوا معاكم في الاكل. طبعا انا ما خليتهمش يلمسوا اي حاجه، هو بس عايز يمسك، عايز يعصر ليمون على الشوربه. هنا بقى الزلطايه المليئه بالزلط. هنا بقى العظمه يا جدعان، كله وسع. بسم الله الرحمن الرحيم. هي انا مش قادره افتحها عشان سخنه، وهموت واعرف المحشي اللي جواها شكله عامل ازاي، بس بصراحه والله العظيم طلع اطعم من اللي في الحله. جوه بطايه محشي طيب، جوه لحمه هيطيب ازاي؟ انا عايزاكم بس تتاملوا المنظر، تاملوا المنظر معايا. والبطه كانت دايبه دوب، اقسم بالله كانت دايبه دوب. طبعا انا هطلع الخيط وهحاول ان انا هحاول، هي سخنه بس هحاول ان انا، او ايوه. بصوا بقى المحشي وطيب بسم الله ما شاء الله، يعني انا كنت بقول المحشي جوه البطه هيبقى معجن لان دي اول مره انا اعملها، بس طلع بسم الله ما شاء الله، اقسم بالله ممتاز. بقول لكم الطعم جوه المحشي جوه البطه اقسم بالله احلى بكتير من المحشي اللي في الحله نفسها. اي نعم الصبع ما كانش يعني، ما كانش كده زي اللي في الحله كده يعني، انتنى. حصل له كده مش طيب، مش في مكان يعني، مش في مكان مناسب يعني. بس الطعم تحفه، بصراحه طعم تحفه. باحاول إن أنا أضبط ال ال الدنيا، إن أنا أمسك الأكل. شايفين البطة دايبة إزاي، أقسم بالله دايبة دوب. خُد يا بابا. طبعًا الراعي الرسمي ده أول يوم رمضان إن شاء الله بإذن الله أنا مستعدة أعملها، ما عنديش أي مشكلة، بس هابتدي إن أنا أجهّز المحشي قبلها بيوم بقى، وأدبح برضه قبلها بيوم.